نترحم على أرواح شهداء الأبطال نحاس الوطني الذين استشهدوا ليلة أمس في منطقة بلعابة من ولاية القصرين، ونتقدم لعائلاتهم والأسر الأمنية بأحر التعازي، سائلين الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فراديس جنانه ويلهم أهلهم وذريهم ذوي الصبر والسلام. ونؤكد أن هذه العملية الإرهابية الجبانة لن تمر بدون عقاب، وأننا سنلاحق الإرهابيين القتلة في جهودهم بالقضاء عليهم وتطهير بلادنا منهم وبسط الأمن في كافة المناطق. ولا بد أن يدرك الجميع، أن يدرك شعبنا أننا في حرب ضد الإرهاب، بما تتطلب الحرب من يقظة واستعداد دائم وجاهزية وطول نفس وتضحيات. كما أن الحرب ضد الإرهاب تتطلب وحدة مقدسة للمجموعة الوطنية، بما تتطلبه الحرب للمجموعة الوطنية بأسرها والوقوف صفا واحدا وراء أبطالنا الأمنيين والعسكريين، وأن كل تشتيت بجهودهما العسكريين والأمنيين لا يمكن إلا أن يستفيد منه الإرهاب والإرهابيين. إن المعركة ضد الإرهاب معركة طويلة وشاقة تقتضي تضافر الجهود وتعزيز الوحدة الوطنية ووضع المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار. وإن هذه العملية الإرهابية الجبانة لن تزيدنا إلا إصرارا على ملاحقة الإرهابيين حيثما كانوا والقضاء على دابر الإرهاب في بلادهم. إن الأبطال حسب الوطن والجيش الوطني وكل وحدة الأمنية الذين ما فتئوا يتكبدون التضحيات الجسام سيبقون درعا للوطن وحصنا منيعا ضد الإرهاب والمحاولات اليائسة لإرباك المسار الديمقراطي وتعطيل مسيرة شعبنا على درب التنمية والتقدم.